أصحاب الرجيم غير سمحوا لي بصح صحن كفتاجي كيما هذا لازم تجربوه ولو مرة في حياتكم. وجدي زوج مواس مع الخبز اللي راح تغمسي بيه وبروحي معايا ديري ابان كفتاجي للعشاء. شوفوا هنايا وجدت الخضره تاعي وراح نبدا نقلي البطاطا. ديما نبداو بالبطاطا هي الاولى على خاطر الزيت يكون نظيف. راح نقليها عادي كيما اللي فخيت نملحها ونقليها حتى تتحمر ونحيها تستقطر في جهه ونروح نقلي الفلفل. خلط بين الحار والحلو تقدروا ديروا غير الحلو وبعد ما يتحمر كيما هكا راح نحيه ونقشره. وفي نفس المقله كي العاده نروح نقلي الكابويا ولا القرع الاحمر عادي نقليها نورمال راح تزيد بنه هايله. واخر حاجه نقليها هي الطماطم والثوم ومام هي نقشرها. راح يطيروا لكم الكشور بكل سهوله ما تقلقوش رواحكم. ومن بعد نقص الزيت ونقلي البيض ولازم يبقى مروب. نحطهم كامل في بول وندلهم القزبر ولازم نزيد لهم المكون الاساسي واللي هو الهريسه. وراح نستعمل هريسه ازدهار. الهريسه تاعهم غنيه على التعريف بزاف بنينه وعندهم احجام متنوعه. درت مغرف كبيره مع ملح وشويه توابل وبديت نسطر بزوج مواس. راح نضربهم على الكفتاجي تاعي حتى يترحاو. اخر حاجه نديرها نقلي المرقاز ولا ديروا الكبده وما بقى لي غير نقدم. حطيت الكفتاجي في الوسط الريحه تاعو تهبل. ومن بعد حطيت الفخيت مع شويه بصل المرقاز كميه مليحه تاع الهريسه مع بيضه مروبه والزيتون. ما تنساوش رشه صغيره تاع زيت زيتون من فوق. ورايحين تاكلوا ابان كفتاجي غمسوا وعاودوا وهذا ما كان.